14 سنة عارف ايه؟ 14 سنة تالتة اعدادي؟ ليه؟ ليه؟ اكتست قرية موجيريا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية بالسواد حزنا على فقد أحد أبنائها الشاب محمد عبد الفتاح مدكور، الذي لقي حتفه في حادث دهس مروع أثناء تأديته لعمله في القاهرة، وذلك يوم الاثنين الموافق 7 يوليو 2025، تاركا وراءه زوجة شابة وطفلين صغيرين في عمر الزهور. الفقيد البالغ من العمر 30 عاما كان يعمل سباكا ويجتهد لتأمين لقمة العيش الحلال لأسرته الصغيرة، ووفقا لرواية شقيقته فقد خرج صباح يوم الحادث إلى القاهرة تلبية لنداء العمل، غير أنه تعرض أثناء سيره على الطريق لصدمة عنيفة من سيارة يقودها طفل يبلغ من العمر 14 عاما كان يسير عكس الاتجاه بسرعة جنونية. تقول شقيقته متأثرة بالحادث المؤلم: محمد كان يعمل سباكا ويكافح من أجل لقمة عيشه لأجل أطفاله. في يوم الحادث خرج إلى عمله وفجأة صدمته سيارة يقودها طفل يسير عكس الاتجاه. توفي أخي قبل أن يصل إلى المستشفى، ولا أحد قادر على تصديق ما حدث. وأضافت أن زوجة الفقيد تعيش حالة من الانهيار والذهول، غير قادرة على استيعاب رحيله المفاجئ، إذ تردد طوال الوقت: محمد جاي، محمد لسه راجع. كان محمد معروفا في قريته بحسن الخلق والتواضع والاجتهاد، وكان يعتمد على عمله اليدوي الشريف لإعالة أسرته، وقد خلف وراءه طفلين هما أحمد 6 سنوات وحمزة 3 سنوات، ليجدا نفسيهما فجأة بلا معيل في مواجهة قسوة الحياة. وقد شيع جثمان الفقيد يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025 في جنازة مهيبة شارك فيها المئات من أبناء القرية وسط أجواء من الحزن العميق والانكسار، في حين طالبت أسرته بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤول عن وفاته، ولا سيما في ظل قيادة طفل دون السن القانونية لمركبة على الطريق العام. وقد أثار الحادث موجة من التعاطف داخل القرية وخارجها، حيث بادر الأهالي إلى إطلاق حملات دعم لجمع التبرعات ومساندة الأسرة المكلومة، في محاولة للتخفيف من وطأة المأساة التي حلت بها فجأة. وتسلط هذه الواقعة الضوء مجددا على غياب الرقابة وضرورة تحمل أولياء الأمور مسؤولياتهم تجاه أبنائهم في ظل تصاعد وتيرة الحوادث الناتجة عن القيادة الطائشة وغير القانونية. وفيما لا تزال عائلة محمد تتلقى العزاء وسط ألم لا يحتمل، يبقى الأمل معقودا على تحقيق العدالة، وعلى المجتمع أن يقف إلى جانب هذه الأسرة المنكوبة وألا يتركها تواجه مصيرها وحدها.